ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. معاكم احمد الافندي على قناة باكورد. الحقيقة بس عايز اكلمكم في موضوع مهم جدا بمناسبة صفقات النادي الاهلي الجديدة، كمان صفقات نادي الزمالك الجديدة، وبالاخص او يعني الخصوص الموضوع المثار دلوقتي بعد قصة امام عاشور. بعد إمام عاشور ما خلص مع النادي الأهلي لمدة 5 سنوات بمبلغ 3,200,000 دولار، دلوقتي الكلام على أشرف بن شرقي. أشرف بن شرقي رايح الزمالك، أشرف بن شرقي رايح الأهلي. أشرف بن شرقي إيه موقفه دلوقتي في اللي احنا بنسمعه؟ والتفاصيل إيه؟ هقولك، بس لايك للفيديو، اشترك في القناة، فعل الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد، ودايما تابع الفيديوهات اول باول، هتلاقي كل حاجه هنا موجوده عندي مع احمد الافندي. عايز اقول لك التفاصيل ان موضوع اشرف بن شرقي مع نادي الزمالك، هو نادي الجزيره الاماراتي سابه خلاص. اللعيب تقريبا بقى فري، المفروض ان هو دلوقتي حر يتعاقد مع اي نادي. ده المسار حاليا. لو في تفاصيل جديدة هتبان هنقول لكم عليها بالظبط. ولكن ايه اللي هيحصل؟ النادي الاهلي المفاجأة دخل في القصة بصورة غير مباشرة. النادي الاهلي بيجس النبض كده، بعت يتكلم مع اللاعب وبيقول له ايه رغبتك انك انت هترجع الزمالك، ولا نتكلم ونخلص معاك في النادي الاهلي. هو صفقة قوية جدا في حالة لو جه النادي الاهلي او في حالة رجوعه مصر. هأكد لكم المعلومات بس بعد ما نشوف الاخبار الصحيحة، وتوصلوا معايا هنا على قناة باكورد بكل التفاصيل. اشترك، لايك، فعل الجرس على الكل، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي حبيب رسول الله. اشوفكم في فيديو جديد في رعاية الله. سلام.